ايه ده؟ ميس رضوى ويوسف هنا؟ ده انا حظي حلوة قوي. تعالي يا جميلة اقعدي معانا. عامل ايه يا يوسف؟ بص كده. هو ليه ما قاليش انا كمان بحبك؟ شكله ما فهمنيش برضو. يا جميلة هو لسه متعلمش أي حاجة، وممكن لما يكبر شوية يسمعك وما يحتاجش يتعلم لغة الإشارة. ده انا اتعلمت مخصوص علشانه. ما تعمليش كده بس عشان يوسف، في ألف غيره محتاجين إنك تساعديهم وتبقي معاهم، وممكن تبقى دي وظيفتك أصلاً في المستقبل. ايه ده؟ هي دي شغلانة اصلا؟ طبعاً، مش في مدرسين بيعلموا الصم والبكم؟ ومش بتشوفي كمان في الأخبار والأحداث المهمة مربع صغير كده في التلفزيون وبيبقى جواه شخص بيترجم الكلام للصم والبكم؟ ايوه فعلا، حلوة قوي الموضوع ده. انا اصلا حبيت لغة الاشارة من اول ما اتكلمنا سوا في المستشفى، ومن ساعتها مش ببطل اني ادور على النت واتعلم. حتى بصي دي الف، دي ب، ودي ت. شاطرة شاطرة قوي يا جميلة، أنا فخورة بيكي جداً. شكرا يا ميس رضوى، كلامك ده شجعني وهيخليني اكمل واتعلم اكتر واكتر، علشان ابقى في المستقبل زي ما حضرتك قلتي مذيعة كده في التلفزيون، واقول الاخبار المهمة بلغة الاشارة. برافو عليكي يا جميلة. ما تقلقيش يا ريم، احنا كلنا معاكي ومحدش هيقدر يأذيكي ولا يجي جنبك، وانا هفكر كده النهارده في حل وبكره نتكلم. فكي بقى يا ريم وما تزعليش. أقولك تعالي ننزل سوا نلعب سكيت. اوبا، هيلعبوا بالسكيت. أيوة يا يارا، انتي كويسة يا حبيبتي؟ أيوة يا ماما كويسة. لا، بصراحة مش كويسة. هو أنتي مش هتيجي معايا المدرسة؟ مش هيدخلوني من غير ما حد يجي معايا. أنا بكرة يا حبيبتي هبقى مع صحابي في النادي، كلمي باباكي وهو يجي معاكي، وعموما لو احتجتي أي فلوس كلميني. سلام. ألو، أيوة يا بابا، أنا محتاجاك قوي النهاردة ومش هعرف أدخل المدرسة من غيرك. ممكن تيجي؟ معلش يا حبيبتي، أنا في الشغل ومش هعرف أجي غير بعد فترة كبيرة شوية. أنا كنت عايزاك جنبي دلوقتي. صعب والله. هو أنا يعني شقيان وبعمل كل ده عشان مين؟ ما هو عشان ياريورا حبيبتي. كلمي ماما وهي تيجي معاكي، وأنا سبتلك مصروف الأسبوع كله على الكومودينو. سلام بقى دلوقتي. انتوا ليه دايما سايبيني كده؟ خلفتوني ليه طالما مش فاضييني؟ انتوا عارفين اصلا انا بحب ايه او بكره ايه؟ تعرفوا كم مره كنت محتاجه لكم وما لقيتكمش؟ انا بعيش كل حاجه وانتوا مش معايا، بفرح وبحزن وبيحصل لي مشاكل، كل ده وانا لوحدي. نفسي اي حد فيكم يحضني ولو لمره واحده، او بس يطبطب عليا. نفسي تحبوني وتهتموا بيا. هو اشمعنى نورة يعني؟ باباها ومامتها دايما واقفين جنبها وبيساعدوها، لو حصل لها اي مشكله لازم يبقوا دايما جنبها. انما انتوا بقى كل ما اكلمكم تقولوا لي سايبين لك فلوس سايبين لك فلوس. هو فلوس ايه اللي انتوا سايبينها لي دي؟ انا مش عايزاها على فكره، انا عايزاكوا انتوا. يارا للأسف في مشكلة كبيرة، الأسبوع قرب يخلص ومفيش حد من أهلها فاضي يجي معاها. ازاي مش فاضيين يجوا يشوفوا مشكلة بنتهم؟ امال بيعملوا معاها ايه في البيت؟ سايبينها كده برضه؟ أنا حزينة قوي عليها، الامتحانات قربت وهي كده ممكن تسقط. اكيد الموضوع كله مزعلني يا استاذة رضوى، وانا ما يرضنيش انها تسقط، بس ممكن لما ده يحصل ابوها وامها يعرفوا ان مستقبلها بيتدمر بسبب اهمالهم، لازم يحسوا بالمسؤولية ناحية بنتهم. كلام حضرتك صح جدا، بس احنا لازم. لو سمحت يا أستاذة رضوى، أنا عملت اللي عليا وزيادة، والتساهل له حدود. الموضوع ده مش هيتحل إلا لما مامتها أو باباها يجوا. إحنا في المدرسة بنكمل دور الأسرة، لكن ما ينفعش نعمل كل حاجة. لازم الأهالي تهتم بأولادها ويبقى إيديهم في إيدينا.